لو انتوا زي عاملين دايت ونفسكم هفاكم على مسقعه يبقى الوصفه دي ليكم. هنجيب البتنجان الرومي، طبعا حاولوا تنقوه ناشف على قد ما تقدروا. هقطعهم كده شرايح بالطول، بعدين شرايح بالعرض، يبقوا مكعبات كبار شويه مش صغيرين قوي. حطيتهم في مصفى وغلفتهم كويس بالملح واسيبهم على جنب. ولو بتحبوا البطاطس في المسقعه قطعوها برضو مكعبات قريبه من حجم البتنجان. بعد نص ساعه تقريبا كان البتنجان نزل ميته، جبت صينيه فرن عليها ورق زبده، رصيت البتنجان والبطاطس خليهم بس ما يبقوش لازقين في بعض قوي، ورشيت عليهم كام رشه من الزيت مش كتير. هدخلهم الفرن على اعلى درجه حراره على ما اجهز الصوص. سخنت الطاسه كويس ونزلت نص كيلو من اللحمه المفرومه، محطتش اي ماده دهنيه علشان اللحمه اصلا فيها نسبه دهون. قلبتها كويس لحد ما لونها غير وبدات تدخل في مرحله السوا. حسيت ان الكميه كتيره شويه فشلت منها شويه لاكله تانية. انزل عليهم ببصلايه كبيره مفرومه ناعم، ولو انتوا زي ما بتحبوش توسخوا الكبه على بصلايه واحده ابشروها زي ما انا عملت. هقلب بقى اللحمه والبصل في بعض كويس لحد ما البصل يدبل، واغطي عليهم واسيبهم على نار هاديه تقريبا 10 دقايق تكون خلاص اللحمه استوت. طبعا المسقعه بتحب الفلفل، انا حطيت رومي بس، لكن ممكن تحطوا حامي لو تحبوا الاكل حراق اكتر. لاحظت ان اللحمه والبصل كرملوا كده في قعر الطاسه، فحطيت شويه ميه صغيرين خالص دوبت بيهم بس الكرمله دي، وغطيتهم دقيقه واحده بس يعملوا بخار عشان الم كل البهاريز اللي في قعر الطاسه. شلت بقى صوص اللحمه على جنب. في نفس الطاسه هنزل بمعلقه صغيره من السمنه، وعليهم 3 فصوص كبار من الثوم. انا ما بحمرش الثوم، انا بخليه ان هو يدبل واحس ان انا خلاص بدات اشم ريحته، هنزل على طول بربع كوبايه من الخل. هقلبهم في بعض كويس. وكان عندي صلصه متسبكه حطيت منها المقدار اللي انا محتاجاه. ممكن طبعا تحطوا عصير طماطم فريش، بس هتحتاجوا ان انتوا تسبكوا الصوص. انا الصلصه اصلا متسبكه وكانت تقيله قوي فحطيت لها شويه ميه. ظبطت التوابل، كمون وكزبره فلفل اسود، رشه حبهان صغيره عشان اللحمه، شطه لو عايزينها شويه حراقه، وطبعا الملح ونص معلقه من السكر. قلبتهم في بعض كويس، طبعا مش هسيبها تتسبك. نزلت عليهم على طول بميكس اللحمه والبصل والفلفل. هقلبهم في بعض كويس. اللحمه تاخد من طعم الصوص، وكمان احنا ما تبلناش اللحمه فانا عايزاها تاخد الطعم كويس قوي. مجرد بس الاقيها بتغلي كده وبدات تبقبق خلاص هتكون جاهزه. في نفس اللحظه بقى كان خلاص الخضار بتاعي استوى بالشكل اللي انتوا شايفينه. هجيب طاجن بقى او اي حاجه بتدخل الفرن عندي، وابتدي اعمل رق من اللحمه المفرومه، وعليها رق من الخضار ورق من اللحمه المفرومه، وهكذا لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. بحب اي حاجه فيها طبقات كده افضل اهزها علشان اتاكد ان كل حاجه متناغمه في بعض جوه الطاجن. ادخلها الفرن على اعلى درجه حراره بس الاطعمه كلها تشرب من بعضها وتاخد وش، وبس هتكون خلاص جهزت معانا. كانت خطيره مشبعه جدا، كلتها كان بتبوله وزبادي وبس كده.